علشان تعملي رز بلبن بطريقه صح او الرز بحليب ما ينفعش تنزلي الاول بالحليب في الحله وبعدين تنزلي بالرز، هيشيط على طول، ده غلط. اول حاجه لازم بننزل بالميه، 6 كوبايات ميه معاهم مثلا 6 كوبايه رز، بنحطهم على البوتاجاز يغلوا، وطي النار. اهم حاجه الرز لازم يبقى مستوي جامد، يعني يبقى دوس عليه بايدك كده يبقى الرز مستوي، ما ينفعش يبقى ناشف. بعدين في المرحله الثانيه بنضيف عليها كيلو حليب كامل الدسم. الحليب انا بغليه الاول وبعدين بضيفه، مش بحب اجيبه من الفريزر، ما بحبش الطريقه دي، مغلي انا بالنسبه لي افضل. ضفت الحليب وطيت البوتاجاز برده خالص، خليته يغلي لغايه لما برده خلاص تمام الرز شرب الحليب كله. عملت ايه؟ ضفت السكر اللي انا عايزاه، ضفت بعدين باكت فانيليا قبل ما اطفي البوتاجاز. في حاجه تاني قبل ما نطفي البوتاجاز بنضيف كمان معلقه صغيره نشا مع ربع كوبايه ميه او حليب، وبنخلطهم مع بعض بس. وبعدين بتطفي البوتاجاز، وده القوام، وبتغرفيه في اطباق وبتقدميه بالشكل ده كده.